اشتهر السلطان عبد العزيز عند المغاربة بالسلطان الذي باع المغرب مقابل دراجة هوائية، وعرفه التلاميذ والطلبة كفصل من دروس التاريخ تحت عنوان مظاهر تدخل الاستعمار بالمغرب في بداية القرن العشرين. السلطان مولاي عبد العزيز هو الابن السادس للسلطان مولاي الحسن الأول، ولد سنة 1880 وتولى الحكم وهو لم يتجاوز بعد عامه الرابع عشر، ليظل تحت سلطة وصاية الصدر الأعظم بأحمد. استكمل السلطان عامه العشرون فوجد المغرب يعاني من عدة أزمات، في حين كان السلطان ينتظر على أحر من الجمر وصول الإمدادات من اللعب الجديدة. وأمام ندرة المداخيل وانتشار الجراد والمجاعة وتزايد حجم القروض الأوروبية، لم يجد مولاي عبد العزيز من وسيلة سوى فرض ضريبة الترتيب على المواد الفلاحية من أشجار وبهائم ومواشي على جميع السكان بدون استثناء. سلطان مشغول باللعب، ويستقدم لديه خبراء ومهندسين من الخارج، وينفق أموالا باهظة من أجل ذلك. ومثل أي طفل يفرح بقدوم اللعب ويغضب لتأخيرها أو إصابتها بأعطاب، بل إنه جلب ذات مرة 30 عبدا محملين بالفوانيس والشموع لإضاءة مساره لكي يستمر في اللعب أثناء الليل بأول دراجة نارية حصل عليها. كان السلطان مولعا بالتكنولوجيا الحديثة وبآخر التقنيات التي ابتكرها الغرب، غير أن هذا الانبهار لم يوظف للنهوض بالبلاد، وإنما وظف في اتجاه آخر، اللهو واللعب. تعرف السلطان على الكهرباء وافتتن به، غير أنه لم يستثمره لينير المغرب بل ليكون وسيلة للعب. أدخل السكة الحديدية فقط ليتنزه في حدائق الأجدال بفاس، ليتركها بعد ذلك عرضة للصدى. خرج السلطان مولاي عبد العزيز من وصاية الصدر الأعظم بأحمد ليدخل تحت وصاية دراجته الهوائية والنارية وسياراته ولعبه المختلفة. كان يلهو حتى بالمدافع والمنطاد والمفرقعات، وكان يجد متعة في تشغيل الكهرباء بنفسه ويفرح بصعق العبيد بالكهرباء. عمت السيبة مختلف مناطق، وهرع المغاربة لطلب الحماية عند البعثات الأجنبية، ليشكل كل ذلك مقدمة لتوزيع المغرب بين الدول الأوروبية بمقتضى مؤتمر الخزيرات عام 1908، لينتهي الأمر بفرض الحماية سنة 1912، حيث دخل المغرب عهد الحماية والاستعمار الذي رسم مصير مغرب القرن العشرين، وما زالت آثاره مستمرة إلى الآن.